شلونكم؟ شخباركم؟ شاكو ماكو. welcome back to my channel. اشتاقيتوا لي؟ اشتاقيت لكم. اليوم فلوجنا مش فلوج، اليوم الفيديو مالتنا هو تحضير البيت بزينة رمضان. احنا بس باقين 10 ايام هنا برمضان، وراها ان شاء الله نروح نقضي بقية رمضان والعيد بالاردن. بس اول 10 ايام اريد احس بالاجواء الرمضانية وهيجي، بما انه احنا بامريكا وما في اجواء رمضانيه، فحراويكم شنو الزينه اللي عندي اياها وشلون حنرتب البيت ونخليه هيك رمضاني مع بعض. اوكي، حراويكم شنو الاشياء الزينه اللي عندي اياها اوريدي وشنو الاشياء اللي اشتريتها جديد هاي السنه. لاست يير ماما لما راحت للعراق ورجعت جابت لي هاي الزينه مال رمضان. عندنا هذا العمو الشايل هلال، عندنا هذا العمو اللي قاعد على هلال، هنا نقدر نحط تمر، مكسرات، هاي الاشياء. عندي فانوسين كيوت، وعندي هذا العمو الشايل فانوس. هذول الاشياء اللي كان عندي اياهم من السنه الماضيه. هذا ثاني رمضان اني بيت وحدي، يعني ويا احمد قصدي، بس انه يعني مش مع اهلي. وهاي السنه جبت هذولا الكفرز مال مخدات على مود رمضان، تجي بيها 4، جبتها من امازون. ححط لكم اللينك بالديسكربشن بوكس اذا تريدون تجيبون اي شيء من الاغراض. والثانيه يكون مكتوب عليها رمضان وتجي منها 4، فيعني هاي هم وهاي هم. فهسه حنحط المخاديد بيهم. وجبت هذا هيجي رانر ينحط على الميز مال اكل، فحنحطه على الميز مال اكل. وجبت اضويه هاي مال هلال ونجمه دقيقه، هسه وصلت من امازون. يلا نسوي لها انبوكسنج لانه انا بعدني ما فتحتها. حماس. اوكي حفلة. اوكي انسوا هاي. اول شي حنسويه هو حنحط المخدات بالكفرز. جايز، وهاي ثاني وحدة مكتوب عليها رمضان. حماس، كلش متحمسة اني هاي السنة رمضان، خصوصي لانه احنا حنقضي موست اوف ات بعمان، والاجواء مال رمضان بعمان ما اقدر اوصف لكم. يعني هيجي خلص كله على الفطور ويا ناسكم واحبابكم، صلاة التراويح، كل الجوامع المساجد تكون مليانة، هيجي شعور كلش حلو. وهذا الشعور صار لي سنين مشاعرته هنا بامريكا، فحماس مليون. هيجي شكل المخدات كلش حلوين. هسه دور هذا الميز. اوكي، اول شي ننظف الميز. خوش اني لابسه ابيض وجايه دا انظف، بعرف امتى البس الالوان. حماس.
اوكي دا افكر احط هذا هنا مو على ميز الاكل، احس هيك شي يعني الاجواء هنا لما ورا الفطور احلى، بس هو طويل فما مو كلش يعني، بس عادي عادي صح حتى لو طويل، ينزل من جهه وجهه، بس انه حلو هيك على مود اذا احط الديكور فوقه يطلع حلو. وش رايكم؟ اي لايك ات. اوكي حجيب الديكور. اوكي دا افكر للفوانيس فانوس على كل جهه، زين يمكن مو كلهم احطهم على هذا الميز، بس انه فانوس على كل جهه، وهذول العموين هيجي، وهذا احطه بغير مكان، وبالنص احط مثلا فتشي ما ادري، بس انه احس تو ماتش اكون حاطه كل دولة. اوكي حنشيل هذا، حنخلي دولة، هذا ححطه على ميز التلفزيون، بس هذا ينحط بيه اكل. اوكي ححط هذا هنا ونحط بيه فد اكلات، وهذا احطه على ميز التلفزيون، وعندي هذا المبخرة همينة نقدر نحطها يمه. تعالوا نشوف. اوكي باعوا هذا ميز التلفزيون، اقدر احط عليها هذا، ويمها هاي الاستكاناية حبيت هيك زين، وشبقة اوكي هيجي شكلها بالاشياء اللي عندي، يعني ما عندي اكثر من هيجي، لو احنا ببلد عربي كان اقدر ازود اكثر، بس this is how it looks like. اوكي هسه لازم اكتشف هاي اول شي شلون تشتغل ووين اريد اعلقها. شكلها حفلة، بس انه هي بتشتغل بيو اس بي. اوكي اتوقع هاي لازم انتظر احمد يجي يساعدني اعلقها. خلينا نحطها على جنب فور ناو. اوكي وهسه حسوي باكينج للاوردرز مالتكم مال سيرم، لانه اللي يطلب من الخليج ومن امريكا اني اسوي باكينج للاوردرز، واحنا هسه صرنا سولد اوت، ما عندنا لا الحجم الكبير ولا الحجم الصغير. I love you guys، كلش احبكم وكلش شكرا من كل قلبي على الدعم اللي تدعموني اياه دائما، سواء هو هنا تيك توك انستغرام اي شيء تشترون السيرم. يعني مره وحده كتبت دزت مسج للانستغرام كتبت لهم بيش السيرم هو شي يسوي اصلا اني ما اعرف، بس اريد اشتري لانه مال اليان. يعني قلبي الصغير لا يتحمل، احبكم. فهسه حنسوي باكينج لذول الاوردرز، وراها حنروح على الغرفه اللي احط بيها الهدوم مالتي، حنغير من الشتوي للربيعي. فاحذروا شنو حيرجع، الالوان حتشوفوني حرجع الراك كلها الوان. قوس قزح، تذكرون قوس قزح بالصيف وبالربيع؟ واجينا للمهمة الأصعب اللي هي هاي. حنحول هاي الراك من الهدوم الشتوية اللي حاطتها عليها
هدوم ربيعية اللي هي الألوان، قمصان ملونة، أشياء مال رمضان اللي حلبسها. المهم الأشياء اللي حلبسها بهذا الشهر الجاي. فيلا نبدي. طبعا هاي الغرفة انتو دائما تعرفون انه دائما تنقلب، لانه اصور بيها كل اغراضي بيها، فهلا هي عاملة حفلة. بس اول شي حنبدي حنشيل الاشياء اللي ما اريدها هنا. اوكي حروح اخذ هذولا للكنتور وارجع لكم بالالوان الجديده. لما افكر بالربيع افكر بالورد، ولما افكر بالورد افكر بالالوان الباستل. فطلعت كل القمصان والبناطير اللي هي هيجي الوان وربيع وورود وحركات، وهسه حنحطهم على هاي الراك. حراويكم واحد واحد اللي طلعتهم الاشياء اللي عندي يعني. اول شي بما انه احنا بعدنا بثيم رمضان، خل اراويكم هاي. عندي هاي ما اعرف هم انتو شو تسموها، عباية، جلابية، بشت، المهم هو هذا الاشي اللي كلش حلو. ينلبس برمضان، واللي جبته من شي ان. طبعا اني جبت 4 من شي ان، رجعت 3 وبقيت 1 لانه الكواليتي تلعب النفس. اوكي هذا اللي جبته من شي ان، الشي الوحيد اللي بقيته. كلش حلو. فهذا يمكن على مود لما انزل صورة بالانستغرام اكتب رمضان كريم، يعني نبارك البعض على رمضان، البس هذا. رمضان هسه قميص وردي، قميص اخضر. لازم نسوي تنسيقات مال ربيع، تنسيقات مال محجبات مال ربيع، هيجي اشياء ذكروني. برتقاني، ازرق فاتح، سمائي. هذا البليزر جبته لاست يير من زارا، كلش حلو. فنسوي عليه تنسيقات ربيعية، احس يرهم ويا الاسود. هذا البليزر من فوغا كلوزت، يجي هيجي سلكي حلو همينه للربيع. بلوز مورد ربيعي، وبلوز هيجي فورمال شويه اكثر بينك. هسه اجى دور البناطير. عندنا بنطلون جينز هيجي فلير من جوا بينك. باي اليان السوداء، هاي اليان الالوان. اليان الالوان it rhymes. اوكي هذا تراوزرز هيجي يجي بينك. اللي متابعني على اليوتيوب يتذكرهم هذول القطع، لانه يعني كنت البسهم بالصيف اللي راح. عندي هذا التراوزرز الاخضر، الثيم اخضر ووردي. تراوزرز ثاني اخضر، بس هذاك كاجوال، هذا شويه مرتب اكثر. هذا قميص جديد جبته من فوغا كلوزت، احس يصلح الرمضان هم. وهذا تراوزر جديد هم جبته من فوغا كلوزت. هذا القميص جبته من ريفولف، هم بعده جديد، بعدني ما لابسته، بس كلش حلو. انا كلش احب القمصان، خصوصي اذا مثلا اروح للاردن، لانه كلش سهل تلبسوهم على اي شيء ومغطين ومحتشمين وهيجي، عرفتوا؟ فاني القمصان ما استغني عنهم. هذا همينه جبته من ريفولف، هم بعده جديد ما لابسته. وعندنا هذا الجمبس اوفرول جمب سوت، ما ادري هم جديد. هذا يطلع كلش حلو هيجي ربيعي. هذا اني معزومه برايدل شاور هسه ورا يومين، يوم السبت، احنا اليوم اربعاء، فاتوقع حلبسه. وش رايكم؟ يطلع كلش حلو مو؟ هيجي برايدل شاور حلو. تعرفوا ايش يعني برايدل شاور؟ يعني هذا الشيء اللي بيعملوه قبل ما تتزوجون، عرفتوا؟ حلو مو؟ اوكي يا اخوان، للاحذيه خل اراويكم حذائين جديدين جبتهم يموتون، كلش حلوين. اول واحد جبت هذا من مانجو، نار نار مره نار، باعوا خيال يخبل. اوكي هذا جبته من مانجو للربيع والصيف.
هذا من ريفولف، تخيلوه هيك ويا بشت ولا عباية ولا جلابية نار. اوكي طلع القديمين، ويا هلا بالالوان يا اخوان، يا هلا بالالوان. اوكي عندنا هذا كلش حلو، هذا من بوهو من فوغا كلوزت اتوقع. المهم هذا نفسه بس على بينك وبي سترابس كذا، نفس الفايب يكون علي، بس نفسه برتقالي، بس هذا من زارا، هذا من فوغا كلوزت خيال، هذا من ريفولف كلش حلو لونه. اوكي عندي هذا جديد بعدني ما لابسته، كيوت. ايش قد عندي احمر واخضر، احمر واخضر مين، وردي واخضر. اوكي هذا عندي، هذا الاخضر الكلش حلو بس ما دا الاقي مالته الثاني. تعرفون شو احس لازم اسوي؟ لازم ابني هنا رفوف احط عليها كل مثلا الجناط والاشياء، لانه ما عم يوسع، ما في اشي عم يوسع. ها باي ذا واي، اذا انتم ما مشتركين بقناتي لا تنسون تشتركون بقناتي وتحطوا لي ثامز اب وتكتبوا لي فد شي حلو بالتعليقات، ما تنسوا، دير بالكم. المهم فاحنا هسه حاليا عزلنا بس هاي الجهه، ما حراويكم الجهه اللخ لانه ما ابي تنمر بالتعليقات، بس الجهه اللخ يوم ثاني اسويها لما اتذكر بعد شكو اشياء اسويها برجع لكم. صار الليل، فبس اريد اراويكم شكله بالليل. كلش كيوت، كلش بسيط، لانه اني ما عندي هوايه اشياء يعني، واحنا بامريكا، فانه زين من عندي اصلا عندي هيجي اشياء. هاي دا انتظر احمد يعلقها، بس حطيتها هون بس عشان افرجيكم الاجواء. وهيك شكله كيوت، حبيت اجواء رمضانيه، حسيت بدا رمضان بس باقي له اسبوعين بس عشان انزل لكم الفيديو وبس. Isn't it so cute؟ وبس كذا هسه حروح اغسل مواعين وانهي الفلوج، وبصوركم فلوج جديد باكر. احبكم، ولا تنسون تنطوني ثامز اب وتشتركون بقناتي وتقولوا لي نحبك الونات. باي.